لكم النهارده طريقه جديده خالص اسمها الشمعه. اي ست بيت تقدر تنفذها في البيت عندها باقل التكاليف وبابسط الخامات. شمعه بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. الخامات اللي انا هستخدمها عباره عن ايه؟ اي كاس او اي كوبايه عندي في البيت موجوده. تمام. ببدا اشوف شكلها ممكن بيمشي معايا بايه. ممكن احط زلط لو عندي زلط، ممكن مفيش. في حاجات شبيهه بالزلط معموله من البلاستيك ممكن بستخدمها. لو ما عنديش وعندي اللعب اللي هي بتبقى موجوده بتاعت السبوع اللي هي زي والافراح زي العروسه والعريس وزي الارنوب والحاجات اللي هي المعموله من عجينه البسكويت او عجينه السيراميك. بشوف ايه اللي بيناسبني. انا بالنسبه لي شايفه ان الكاس ده شكله كويس جدا. طيب ايه اللي ممكن يمشي معاه؟ ممكن اجرب الزلط العادي بتاعنا. بحط زلط، بشوف الكميه اللي انا عايزاها. طيب تمام. بعد ما حطيت الزلط، ايه الماده الثانيه اللي انا هستخدمها؟ ميه عاديه خالص. هحط ميه. تمام. بعد ما حطيت الميه، دي حاجه بقى باختياركم، عايزين تخلوها ريحتها حلوه بتحطوا لها اي ايسانس او اي برفيوم موجوده عندكم. بنحط شويه صغيرين كده. تمام. عشان بمجرد ان انا اعمل الاشتعال بتاعها بيديني ريحه حلوه قوي. الماده الثانيه اللي بحطها كمان او الثالثه اللي بحطها زيت اكل عادي خالص اهوت. حطيت الزيت. طيب بعد ما عملت كل ده، ايه الخطوه اللي فاضله لي؟ خطوه بسيطه خالص، ان انا هجيب، عارفين اللي هو الترتر الكبير ده؟ لو مفيش فيه اللي هو بيبقى موجود في ياقه القميص او الهدوم اللي بنشتريها دايما في الياقه كده حته بلاستيك، لو خدناها وقصيناها على شكل دايره وباخدها بعملها فتحه في المنتصف كده بالمقص بتاعي. تمام. وبعدين بكون انا عامله مشمعه الفتيل بتاعي. بحط الشمعه دي خالص وبسيله. بعد ما بسيله بحط كذا فتله فوق بعضيها وبنزلها واطلعها وابرمها في الهواء كويس قوي وبسيبها تنشف. بعد كده باخدها. بعد ما باخدها بعمل كده، بتكون هي ناشفه جدا. باخد الجزء اللي انا عايزاه وبحطه في المكان اللي انا فتحته دوت. تمام اهو. كبيره شويه معلش، انا عملت فتحه كبيره. نعمل واحده ثانيه بسرعه اهي. بعديها منه. تمام. وبعدين باخدها بمنتهى البساطه وبحطها في شمعتي اهي وبخليها في المنتصف. وباجي بالولاعه بتاعتي بولعها بالطريقه دي كده. بقى عندي شمعه بمنتهى البساطه اتصنعت وفي اقل من دقايق. تقدر منوره من حوالي 10 ساعات 15 ساعه تقريبا، وبسيطه خالص واي ست بيت تقدر تعملها. اقدر بقى ابتكر بقى كمصممه. طبعا بالنسبه لي انا بحب قوي العب باشكال الشموع. لو انا عندي فرح وعايزه اعمل حاجه جديده وبتكاليف بسيطه خالص وافرح العريس والعروسه بان انا عملت لهم حاجه مش موجوده وما اتعملتش، بعمل كده برضو. بس طبعا المفروض ان انا بثبتها بقى بايه؟ بزلط ان هي بتثبت. تمام. او ممكن بمسدس الشمع بلزقها عشان هما هيفضلوا يطفوا كده كتير. تمام. وبجيب برضو نفس الفكره، الزيت بتاعي بحطه بيطفو على طول لفوق. تمام. طبعا انا لازم اثبت دي كان المفروض الاول، بس معلش عشان ان انا بحاول اعمل فكره بسيطه وسريعه جدا عشان احل مشكله ان النور بيقطع كتير قوي اليومين اللي فاتوا، وربنا يستر من الصيف اليومين الجايين. باخد شمعتي اهي. عملنا نفس اللي عملناه المره اللي فاتت. بحط الترتيره بخرمها وبحط الفتيل في النص بحطها بتبقى طافيه على وش الشمعه برضو بنفس الطريقه اهي. تمام. بنورها. بقى عندي حاجه للفرح او للخطوبه او لاي مناسبه عندي، او حتى لو اسبوع على فكره وعملناها للبيبي بتدي شكل حلو قوي برضو وشكلها حلو وجديد وفكره جديده وسريعه. بقى عندنا شموع بدون شموع. كل سنه وانتم طيبين، صيف سعيد، ويا رب اكون قدمت لكم حاجه تقدروا تنفذوها وتنفعكم. معاكم كان رانيا الغزالي.